السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل احلى والذ واطعم سندوتش خطير في باللحمة المفرومة. سندوتش عايزة اقول لكم طعمه فظيع. من حلاوته هتعمليه على طول، كل ما تبقي جعانه تقومي تطلعي حته لحمه من اللحمه مفرومه من الفريزر او التلاجة وتعمليه على طول. طيب عملناه ازاي بقى السندوتش ده؟ هنشوف الطريقة. اهم حاجة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، لازم تشتركوا في القناة وتتكوا على زرار اللي هو الجرس. تمام. شايفين الجمال والطعامة والحلاوة؟ شايفين؟ عايزة اقول لكم طعمه خطير جدا، الولاد هيحبوه جدا، لو عندك اولاد الولاد هيحبوه جدا. وسهل، ما بياخدش وقت خالص ومقرمش وطعمه جميل خالص. تمام. بتعمليه بدوبك، هو عندك بس يعني حاجه بسيطه، اللي هي اللحمه المفرومه والعيش، يعني دول الاساسيين يعني. تمام. نشوف بقى الطريقه تبقى عامله ازاي. هنعمله ازاي؟ اول حاجه عندك عيش تورتيلا، ما عندكيش عيش تورتيلا في البيت يبقى بعيش بلدي. العيش البلدي عادي اللي موجود عندك في البيت، ممكن تقسميه نصين كده وتعملي بيه. او تعمليه عادي بيه كله، مش مشكله. اهم حاجه انا عملته بالعيش التورتيلا عشان يبقى خفيف بس. تمام. هنجيب الرغيف من العيش التورتيلا ونفرد عليه كده قطعه اللحمه، ونفردها كويس بحيث انها تكون سمكها يبقى رفيع عشان خاطر اللحمه تستوي معانا. يبقى هنفرد عليه قطعه اللحمه، نفردها كده، نقعد نطبطب عليها لحد ما تتفرد زي ما انا عامله كده، ان كده اللحمه بتكش برده. تمام. هنتبله بملح وفلفل بس، مش هنحط اكتر من كده، هو دوبك الملح والفلفل وخلاص، وطبعا هيبقى طعمه خطير مش عايزه اقول لكم. لازم تجربوه تعملوه في البيت، وما تنسوش تعملوا لنا اللايك وتعملوا اشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد من عندنا. تمام. طيب حطينا الملح والفلفل، طبعا بنلزقهم كده في اللحمه. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنجيب طاسه نسخنها كويس جدا على النار. نسخن الطاسه كويس جدا، مش هتحط اي ماده دهنيه خالص، يعني الماده الدهنيه هتنزل من اللحمه، بس احنا محتاجين ان الطاسه تسخن كويس جدا على النار. وبعد كده تنزلي عليها باللحمه كده بوش اللحمه، ونفضل بالاسباتولا نضغط عليها كده لحد ما ما تستوي. طبعا هتنزل ميتها، هتنزل عصارتها من تحت زي ما انتم شايفين. وبعد 3 4 دقايق هتكون استوت على نار عاليه طبعا، عشان تاخد اللون الجميل اللي هي خدته ده، او الوش اللي هي خدته ده. بعد كده هنطلع هنزين بقى، نحط شويه جبن موتزاريلا، لو عندك الجبن بتاعه البرجر ممكن تحطي منها. انا ما عنديش، حطيت جبنه موتزاريلا. شويه خضار بقى، طماطم، فلفل، لو عندك شويه خس ممكن تحطي خس برضو، انت وبراحتك خالص، اللي انت عايزه تحطيه، اي زيادات عايزه تزوديها زوديها براحتك خالص. تمام. بعد كده هنتني السندوتش كده، بحيث ان احنا عايزين نخلي برضو ان الجبنه الموتزاريلا تسيح كده مع اللحم، ويبقى هتدي طعم وتستي رهيب رهيب. تمام. تاخد لون من الناحيه التانية وبعدين نقلبها، عشان تاخد لون من الناحيه دي كمان. شايفين اللون عامل ازاي؟ عايزه اقول لكم كانت ريحه وطعم خطير، يعني هتدمنوها. كل ما هتلاقوا نفسكم جعانين تجروا على الفريزر على طول تجيبوا اللحمه المفرومه. شايفين؟ طعمه جميل جدا. طيب خلاص احنا كده خلصناه. بالهنا والشفا طبعا، لازم تجربوه، وما تنسوش تعملوا اللايك والسبسكرايب للقناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.